كان في الاسبوع ده مشكله جاز السولار، كان في مشكله يبدو انها برضه بفعل فاعل، ان احنا اللي هنتعرض لبعض المشاكل في الايام اللي جايه، فعاوزين نصبر شويه ونتعامل مع الحاجات دي بهدوء. نزلنا نتفاهم على الطريق، نعمل تقرير عن المشكله ديت. اخواننا في القناه نزلوا الحقيقه، تعالوا نشوف التقرير ده قال ايه ونرجع تاني على طول. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. حاج عبد الغني، انت واقف هنا بقالك قد ايه؟ انا واقف هنا من امبارح الظهر. من امبارح الظهر عشان تمون؟ عشان امون ومانيش لاقي جاز في اي محطات. انا بقالي ساعتين ثلاثه واقف اهو مستني الدور، عشان والجاز كمان مش موجود في البنزين. انا جاي من المنصوره امبارح زي الوقت كده، لحد دلوقتي بدور على جاز مش لاقي من المنصوره. انا كده من امبارح الساعه 6 المغرب وانا واقف. انا بقالي كده الوقت هنا ساعتين، وفي الطريق واقف بقالي ساعتين، وفي العاشر وقفت ساعه ونص ومش لاقي جاز. بجيب جراكن الجاز واحط جراكن الجاز في العربيه عشان امشي. المشكله ان انا برضه لما بدخل تروما زي كده بعد ما باجي فتره كبيره جدا، يعني برضه من الساعه 8 بالليل بدخل يقول لي 100 لتر. 100 لتر على العربيه كبيره زي كده تمشيني ايه؟ تمشيني 100 كيلو 50 كيلو. طب انا بمشي مسافات طويله، يعني طب المفروض طب انا لما هجد انا كذا يوم انا في المشوار، يعني انا مثلا اقعد هنا يوم كامل عشان اخد 100 لتر. وانت التانك عندك بياخد كام؟ انا باخد 600 وفي التانك 1000 مع عربيات كبيره رايح له يعني من 600 و800 و1000 ال100 المفروض. فانا مسافات طويله، طب انا لما اضيع كل يعني يوم اخد 100 لتر، يبقى انا عشان امشي انا المشوار بتاعي ده انا عايز اسبوعين. يعني مثلا يبقى الجيركن ايه جايبه من المحطه السعر بتاعه الجالون 22 جنيه، يبيع بتاع المحطه يبيعه ب 25، يطلع بره يبيعه على الطريق هنا ب 40 وب 50. وجالنا بالليل عربات صغيره جيركنين ب 100 جنيه، جيركنين جاز ب 100 جنيه. وفي بنازين فيها جاز ما بترضاش تمونا، يعني في عربيات بتخش تفضي ونيجي نمون ما يقولوا ما فيش جاز. ايه السبب؟ السبب بقى ان هم عايزين يرفعوا في سعر الجاز. والله يا بيه سيادتك مش عارفين بالظبط نوصل لحل، يعني كل ما نسأل في المحطات بتاعت السولار في ناس تقول لك في مركب بتحمل وفي غاز في سولار بيطلع بره، في ناس اخرى بتقول لك برضو ان في سواقين اللي هي بتاعت السولار مش عايزه تشتغل، يعني عاملين اضراب، لان في سمعنا برضو بيقول لك في 4 عربيات من اللي هم بيحملوا السولار طلع لهم بلطجيه سيادتك ومسروقين. فالسواقين خايفه، السواقين بتطالب بان مثلا يبقى معاهم قوه من الشرطه العسكريه، يبقى معاهم سلاح، لان كده سيادتك طبعا كل واحد يعني طبعا خايف على نفسه. فالمشكله بالظبط مش عارفين نحددها بالظبط. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق. كنت برضه بيفكرني بايام الثوره، كنا نلاقي طابور على الحمامات في عمر مكرم، من اول عمر مكرم لحد المتحف كده الناس واقفه طابور عشان تخش الحمامات. الناس بقت طابور عشان تمون السولار دلوقتي. انا يعني انا هعلق في نقطتين في التقرير ده. النقطه الاولى ان ما ينفعش نستغل دايما المشاكل في ان احنا نغلي الاسعار على الناس. يعني هنا مفيش سولار يقوم صاحب البنزيمه او حد يشتري السولار ويبدا يبيعه بقى زي سوق سودا كده، الصفيحه اللي هي ب 22 جنيه يبيعها ب 40 جنيه. فنستغل احنا حاجه الناس وزنقه الناس واحتياج الناس وقله السولار في ان احنا نستثمر
ما ينفعش، دي مش اخلاقنا كمصريين يعني. بالعكس احنا نساهم في حل المشكله، مش نستثمر المشكله لحسابنا. الحاجه الثانيه ان من الفاعل في هذا الموضوع؟ يعني احنا اسمع السولار، في مشكله في السولار، انا الى الان مش عارف مين السبب ومحدش صرح ايه السبب. هي عربيه اتسرقت فيها سولار؟ هم الناس اللي بيجيبوا سولار ما جابوهوش مثلا؟ هو الابار اللي بتستخرج سولار ما حدش طلع سولار الاسبوع ده مثلا؟ احنا صدرناه بره وسيبنا الناس مش لاقيه. انا مش فاهم، انا عايز افهم المشكله فين. الناس لما بتفهم بترتاح على الاقل. نتمنى ان تتحل قريب، لان السولار ده عربيات ومواصلات ومكن ميه وزراعه وقلاعه والكلام ده كله. فاعتقد دي مشكله محتاجه حسم عشان ما تكررش تاني ان شاء الله. الحاجه دوله رحنا لها